السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج العذراء بتاريخ 1 يوليو. يلا بينا كده يا عذراء نشوف الطاقة الأسبوع بتاعتك إيه. يا رب كل الخير والخيرات ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نشوف الطاقة السابقة بتاعتك إيه يا عذراء. بسم الله. اكتشفت سر ولا إيه يا عذراء؟ أسرار 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 أسرار. اكتشفت كده، اكتشفت حب بيتقال ومفيش من وراه أفعال ولا إيه؟ اكتشفت كلام مش في محله. اكتشفت حاجات بتتقال ومفيش منها اساس. في حاجة هنا العذراء، في هنا شخص ادعى الكذب عليك بالحب. انت اكتشفت ان هو، او انت اكتشفت عنه اسرار وشه الحقيقي بان. انت قاعد منتبه قوي، قاعد فاهم، عارف انت بتعمل ايه كويس. عندك اموال الفترة اللي جاية يا عذراء. انت ممكن عندك طاقة انتظار ليها، عندك طاقة انتظار لمال. هل المال ده اللي انت قاعد وبتحلم ان انت تزدهر بيه في شيء معين؟ ممكن تبقى مستني فلوس مثلا تبتدي بيها في مشروع او حاجة، يا اما انت مستني فلوس تسافر بيها، او مستني فلوس تشتري بيها حاجة لحد، او تشتري بيها حاجة لنفسك، او تشتري شيء تمتلكه. لان انا شايفه هنا انت مستني مال تعمل بيه حاجة. طيب دي الطاقة السابقة بتاعتك. يلا بينا بقى تعالوا نشوف الطاقة الوقتية او الحالية بتاعتك ايه. بسم الله. هتفرح بقدوم المال اللي في بالك فيه يا عذراء. عندك فرحة قريب باسترداد مبلغ مادي، او نجاح على امتلاك مبلغ مادي، او في تيسير حاجة معاك في العمل، او في المال، او في شيء عندك فيه ارباح مادية حلوة الفترة. في حاجة عندك في المال ابشرك بيها يا عذراء. لو انت منشغل بشيء عندك في المال انا مبشرك بيه، بقول لك ابشر. عندك فيه فك كرب، سد دين بقى، عايز تشتري حاجة، مستني فلوس علشان تعمل بيها حاجة ان شاء الله هتعملها. في دماغك كده شيء معين عايز تاخد فلوس علشان تحققه، هتحققه بأمر رب العالمين. ابشر يا عذراء. في فرحة عندك بامتلاك شيء الفترة اللي جاية. تاخد قرار في ايه؟ قرارات ببدايات جديدة. بداية الجديدة دي في ايه؟ حد ابتعد عنك يا عذراء، يا حد انت حاسس انه بيبعد عنك، او في طاقة من حد مش مفهومة بالنسبة لك. حد بيعترف لك بمشاعر الفترة دي، كراش، وانت ممكن الشخص ده بيبص لك كتير، ممكن الشخص ده بيبعت لك طاقة ويسحبها تاني، يوم اهتمام ويوم مش اهتمام، يوم يديك مشاعر ان هو مهتم بيك، وتاني يوم تلاقيه بيتعامل عادي خالص تلقائي مفيش اي حاجة. يا اما ده الشخص اللي معاك، او الشخص اللي انت في علاقة معاه يوم اوف ويوم اون. ايه الحكاية؟ في حاجة مش متوضحة هنا عندك، عشان كده انت بتحاول ان انت ما تركزش او تاخد قرار ان انت مش هندفع. انا مش هندفع لده. لكن عندك حب هنا، في حب في عاطفة، وفي حد بيقدم لك خطوة الفترة اللي جاية يا عذراء. في حد ممكن يكون مش كان واضح معاك الفترة اللي فاتت. ممكن حد كان عامل لك بلوك وهيشيله. ممكن حد كان سابك ومشي راح مع حد تاني وهيرجع لك تاني. حد بعدت عنه هيرجع تاني. يا اما حد كان مش موضح لك مشاعره الفتره اللي فاتت هيرجع يوضح لك مشاعره الفتره دي. في حاجه عندك فيها غموض، وانت اصلا كمان يا عذراء الفتره دي غامض. انت الفتره دي ساكت كتير، ما بتتكلمش اكتر ما بتسمع. انت بقالك فتره كده بتسمع كتير، ما بتتكلمش، مش عايز اصلا تتكلم. حابب شويه ان انت تشوف ايه الاجواء اللي حواليك دي. مش حابب تبوح على حاجه جواك. حابب شويه الهدوء. حابب ان انت متبقاش متسرع في قرار، لا عاطفه ولا مال ولا اي حاجه. طب تعال نشوف ايه تاني. عذراء، كان في طاقه معاك الفتره، او ما زالت معاك طاقه لسه انت مكتسبها او جاي بيها
من الفتره اللي فاتت طاقه حسد او اسحار كانت مخليه نجمك مطفي، او انت، ويمكن انت اللي انا بتكلم فيه ان انت حابب تسكت وحابب تبقى مش انت كده بسبب طاقه كانت محيطه بيك. في حاجه معاك يا عذراء تخص يا حسد يا سحر، يا اما كان بيفتعل لك شيء وبامر الله بفضل الله ما تمش، لان انا شايفه رجعت تاني تزدهر بعد فتره من انك انت كنت انطفيت، او علاقاتك كانت بتتقطع بسبب ان انت كنت شويه عصبي. الشخص اللي معاك ممكن يكون شافك ان انت مالكش ميول ان انت تكون معاه، فهو مش عارفه، بس في حاجه كانت بتصدر من العذراء قدامي هنا، ممكن اترتب عليها الشخص ده ما يبقاش واضح، اما يا اما هو استنتج من كلامك مثلا ان انت مش عايز تكون معاه فبعد ودلوقتي هيرجع تاني، يا اما العكس، مش عارفه. يعني في حاجه هنا بتقول لي في علاقه كانت مش ماشيه دايركت مع العذراء هترجع تاني بطاقه جديده، لان اللافرز هنا بيقول لك في شيء او حد او علاقه بتبتدي مره تانية خلاص. وفي كان سبب تقل حياتك الفتره اللي فاتت ولسه ما زال، بس اثرها خفيفه عن الفتره اللي فاتت، لان انت عندك هنا يعني طاقه تقيله، وهنا لسه ما زالت الطاقه مستمره بس اقل كتير عن الاول. يا اما انت اكتشفت ده وبتعالج او بتسمع رقيه شرعيه او بتلتزم بالورد بتاعك، لان انت شخص روحاني اصلا يا عذراء. اكتشفت ده، او كان متسلط عليك هواجس للعلم. في حاجه عايزه انبهكم عليها، مش شرط تتسحروا من البشر، ممكن انثى العذراء لو بتبص في المرايه كتير بتتسحر من القرين، او بتتسحر من الجان او من العفاريت. فهمتوا؟ يعني مش شرط السحر يكون سحر بشر، ممكن لو انت قرينك ما انت شديد عليه يأذيك حرفيا. فممكن يكون ده حاجه، يعني شوفوا هو مش بالتحديد ده، عشان مش كل الناس اللي معايا طبعا تسمع ده يبقى ده منطبق عليها، للبعض وليس للكل، بس في اشارات بتقول ان في حاجه مع العذراء كانت من الجانب ده، ايا كان نوعه بقى، ايا كان تفاصيله، مش شرط برضك اللي انا اتكلمت فيه، بس ممكن دي تكون اشارات لحاجه من القبيل ده. فاهمين كلامي قصدي ايه؟ فممكن ده يكون سبب ان انت الفتره اللي فاتت كنت معصب، مخنوق، تعبان، عظمك بيوجعك، ممكن تكون شويه كنت متكاسل عن عملك، مش عايز تعمل اي حاجه، عندك طاقه بقى انفراجه الفتره اللي جايه، وعندك طاقه حريه كده، زي ما يكون في حاجه كانت متقلاك وبتروح. تمام. الشريك اللي معاك هنا يا عذراء، في ناس من برج العذراء هتكون في طاقه حيره بين شخصين الفتره اللي جايه، لان انا شايفه معاك طاقه جديده وفي اجواء كده فيها مرح وسعاده مع شخص جديد، وشايفه الماضي بيخبط بابك مره تانية وبيقول لك انا موجود يا عذراء، يا ترى ترحب بيا ولا لا. في علاقه مع العذراء هنا فيها فواصل وموانع وحواجز من ان العلاقه دي ما تطلعش للعلن، يعني ممكن تكون العلاقه بتاعتك دي سريه جدا جدا يا عذراء، وما تنفعش خالص ان هي تعلن. ممكن يكون الشخص اللي في حياتك ده مرتبط، انت مرتبط، معرفش، بس او ممكن تكون طاقه رباعيه برضو. في علاقه مع العذراء هنا وراها علامات اكس كتير جدا، ما ينفعش تعلن، ما ينفعش تتكلم فيها مع حد اصلا، ولا من اقرب المقربين ليك، تبقى بالنسبه لك يعني موضوع شائك شويه. وللبعض العلاقه اللي معاك هي مش ماشيه دايركت، اوف اون، وانت عندك الفتره اللي جايه بدايات مع شخص هيغير لك بقى مودك اللي انت طالع بيه من العلاقه اللي تقريبا مخلياك مش في احسن حالاتك يا عذراء. عندك علاقه جديده قوي هنا قادمه ليك في الطريق، وعندك حيره بين شخصين الفتره اللي جايه، بس انت عندك حاجه هتفرحك، حاجه هتغير موازينك كده، حاجه تخليك تحس بمشاعر جديده. من الاخر انت كنت مع شخص مجنون يا عذراء يعني انت كنت مع حد قلب لك موازينك حرفيا، يعني انت في حد في حياتك خلاك يعني بتشتم على العاطفه، مش عايز خلاص بقى، مش بيحتاج نام، بس للاسف هو بيحبك، يعني هو للاسف
هو شويه ممكن يكون غير الطباعات بتاعتك خالص، يعني هو ممكن يكون انطباعاته غير انطباعاتك، آه تفاصيله غير تفاصيل، مش عارفه، بس في حاجه هنا ما بينك وما بينه، بس علاقه حب صعبه. الجديد بقى اللي داخل حياتك يا عذراء هيغير لك موازينك، هيخليك ترجع للروح الحلوه بتاعتك بتاعت زمان، الروح اللي قبل ما تشوف الامور اللي تطفيها، الروح اللي هتطلع تاني تنور، ضحكه العذراء اللي هتطلع من القلب، الاجواء اللي هتفرحك، هتلاقي اهتمام، هتلاقي حب، هتلاقي اجواء من اللي انت بتتمناها وبتحبها. العذراء بيحب الاهتمام جدا يا جماعه، العذراء شخص بيحب الكلمه الحلوه اللي تكون طالعه من القلب، لانه بيكتشف انت كذاب ولا لا من اول ما تفتح بقك معاه، بيعرف. العذراء شخصيه واثقه في نفسها جدا، فما تحاولش ان انت تقلل من مقدارها او تقلل من مجهودها معاك، لان هي مش هتعمل معاك ده تاني. يعني انت لو قللت من مقدار العذراء معاك وقلت له كده بصريح العباره انت ما عملتش حاجه، مش هيعمل اصلا، يعني خلاص انت كده خدت فرصتك معاه، فمش هيجي يقول لك لا انا عملت، بس مش هيعمل تاني. خد بالك من ده، الناس اللي بتتعامل مع العذراء. طيب ايه تاني يا عذراء؟ وضعك الفتره اللي جايه المادي ابشرك بيه، ابشر في شهر 7 ان شاء الله بامر رب العالمين، بامر رب العالمين. في عندك حاجات حلوه هتقابلها، وكمان عايزه اقول لك في حاجه عندك بامر حكومي عندك فيها نصره يا عذراء، يا قضيتك هتتقبل، يا هتكسب قضيه، يا عندك شيء هتكتسبه من حاجه حكوميه، يا اما انت عندك انهاء اوراق مهمه، يا عندك سفر، يا عندك حاجه مهمه جدا 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 انت مستنيها من امر حكومي، يا بموافقه، يا يجيلك رساله، يا اتصال، يا اي حاجه من دي. فان شاء الله بامر رب العالمين عندك ده بفضل الله، بفضل الله هيتم. وكمان يا عذراء عايزه اقول لك في حد هنا في طاقتك لازم انا انبهك عليه، ان في حد حرامي طاقه معاك، في حد بيسرق طاقتك، في حد ممكن يكون بيسرق مجهودك في الشغل، ممكن يكون كمان ده يعني الشخص اللي انا بتكلم عنه دلوقتي اللي هو الشريك، ممكن يكون الفتره اللي فاتت سحب طاقتك وخلاك انطفيت. فانت الفتره اللي جايه او الفتره اللي انت عليها دلوقتي انا بقول لك ابشر، هتطلع من طاقه الزحمه اللي انت كنت فيها دي، هتنتعش، عندك اجواء فرح وسعاده هنا، عندك علاقه ممكن تتصعب بالجواز والخطوبه الفتره اللي جايه، علاقات من الماضي هترجع لك، وعلاقات جديده هتكون معاك، وعندك فرحه هتدق بابك الفتره اللي جايه، علاقه هتكمل بجواز او بخطوبه، يا اما حد جديد هيخش حياتك هيقلب موازينك حرفيا، هيخليك تنسى الماضي بكلكعته دي. خلاص؟ طيب تعالوا بقى نشوف الابراج المتوفره مع العذراء هنا. معانا دلو، قوس، ميزان، جوزاء، حمل، حوت، سرطان، وعقرب. مش انا قلت الحمل ولا ايه؟ حمل موجود. تعالوا بقى نشوف الشخص ده عايز يقول ايه هنا. نفتح كده رسائل من عقله الباطن ونشوف ايه وجهة نظره هو كمان. بسم الله. بقول لك لم ارغب ابدا ان احب اي شخص بهذا الطريق، يعني بقول لك انا ما كنتش عايزه احب حد قوي كده، بقول لك انا لما بحب حد قوي كده بخاف. حد عايز يرجع لك بطاقه جديده قوي، وهو تقريبا عرف قيمتك فعايز يرجع لك مره تانية، مش عارفه انت بقى تقبل الامر ولا لا. بيقول لك امل ان اصبح يوما من الايام كل حاجه، يعني بقول لك انا بتمنى ان انا ارجع واكون كل حاجه بالنسبه لك مره تانية. طبعا بيحلم، لان العذراء لما بيكون شفتوا انا بقول لكم في هنا علاقه مع العذراء سريه، يعني في حاجه هنا بقول لك حبي لك هو اجمل اسراري، هو عارف كمان ان هو انت بالنسبه له سر. انا حقا اسف للاذى الذي سببته. في حد هنا بيقول لك انا متاسف جدا ان انا ما كنتش زي ما انت كنت بتتمنى. بقول لك افتقد كل ما كان بيننا، انت حقا لا يمكن تعويضك. شخص ندمان عليك جدا يا عذراء، حد هنا حرفيا مفتقدك، حد هنا يعني مش طايق بعدك، حد بيتجسس عليك، حد بيراقبك، حد بيحاول يرجعك تاني، حد بيحاول او ندمان او جات له كارما بسببك، او حد فعلا لفته هيرجع عايز يقول لك انا متاسف انا ما لقيتش بديل ليك. حد اتغر قوي في حياته معاك، حد كان شاف ان هو نفسه فوق الدنيا كلها وكان عايز يظهر ان انت ضعيف. فالعذراء قال له لا انا مش ضعيف، انا بعمل كده معاك علشان انا بحبك، فانت تقريبا ما قدرتش حبي مش هتشوفه تاني.
في حاجه هنا من العذراء فيها حرمان للشخص ده. بيقول لك انا اخفي مشاعر الحقيقيه اتجاهك لانني اخشى ان اكون ضعيفا، انا خائف جدا من انك سترفضني. هو عارف كويس قوي ان انت هترفضه، عشان كده هو مأخر خطوته لحد وقتنا هذا. بيقول لك اشعر بالقلق لانك لا تريد ان تسمعني. الشخص ده من الماضي على فكره، دي طاقه الشخص اللي من الماضي اللي بيحاول يرجع لك، الشخص اللي مجننك او خلاك في اسوأ حالاتك بسببه. بيقول لك انا حقا افتقد محادثتنا، الشخص ده مشتاق جدا انه يرجع يتكلم معاك تاني عذراء. ايه تاني؟ بيقول لك شعرت بالخوف من انك سترفضني. تاني كارت بيأكد لك ان الشخص ده مرعوب من انه يبادر، يا اما بادر وانت رفضته، يا اما هيبادر وانت هترفضه، يا اما حاجه من دي هتحصل مع العذراء بامر رب العالمين الفتره اللي جايه. فيستاهل يستاهل يستاهل. زعلوش العذراء يا جماعه الخير، مالكم؟ يعني ما يكون حبيبك بيعطيك حاجه بمزاجه، وما تفكرش ان انت خلاص بقى متحكم وان انت خلاص يعني انت لما تلاقي اللي قدامك بيعطيك حاجه من قلبه متبقاش طماع. يعني الطمع الزايد او الثقه الزايده صدقوني بتقلب ضد. ما تتغروش يعني لما تلاقوا حد بيعطيكم من قلبه او بيتكلم معاكم كده بصفاء نيه، ما تفكروش ان هو يعني عبيط بقى او ان هو شخص مش ما عندوش شخصيه. لا، ده بيبقى طيبه على فكره، واتقي شر الطيب ده لما يقلب. هو العذراء كده على فكره. طيب تعالوا بقى نشوف هنا طاقه العين الثالثه ايه. نسحب كارتين كده ونشوفهم، يا بشارات يا تنبيهات يا تحذيرات ليك يا عذراء. يلا بينا. بيقول لك ابتعد قليلا وسترى الامور بوضوح. بيقول لك ابعد شويه هتشوف كل حاجه بوضوح، اكيد ده في سبب في حياتك. بيقول لك هناك تغيير مهني قريب سوف يتحقق اهدافك المستقبليه على المدى الطويل. بيقول لك عندك الفتره اللي جايه تغيير مهني، وعندك ارباح او الفلوس اللي شاغله بالك هتكون عندك تحقيق حاجات في اهداف عندك الفتره اللي جايه، الفتره المستقبليه بامر رب العالمين هتكون موجوده حتى لو ماشيه ببطء. تمام. تعالوا نشوف طاقه العلاقه في الوقت الحالي للعذراء ايه. يلا بينا. انفصال بنية رجوع، يعني حد مشي بعيد عنك بس ناوي يرجع تاني. شفتوا؟ بقول لكم الكروت دي بترعبني والله العظيم. الكروت دي فظيعه، بتيجي في صميم القراءه، فاهميني؟ فبيقول لك هنا انفصال بنية رجوع، يعني الشخص هنا مشي وسابك ومشي بس عنده نيه للرجوع تاني. طيب ايه تاني؟ تعالوا نشوف الرسالة بتاعت الملايكة ليك لطاقتك العامة كلها، ترشدك كده إرشاد أو نصيحة. بسم الله. بيقول لك قد تشعر أحيانا كما لو أن الطريق مسدود، يعني بيقول لك أنت بتشعر أوقات إن الدنيا وقفت، ولكن غالبا ما يكون هذا مجرد وهم. يمكن تحرير العقبات التي تركز عليها بشدة من خلال اختيار مسار مختلف. ابعد افكارك السلبيه وابدا من ذلك تغيير الاحتمالات النهائيه. يعني من الاخر كده خلاصه الكارت بيقول لك لو حسيت ان هي اشتدت قوي وعقدت قدامك او الدنيا واقفه، ما تفكرش ده ان اخر الطريق. حاول مره تانية ان شاء الله، او غير مسارك. هيكون عندك انفراجات غير متوقعه او من الاخر كده يا عذراء، لو انت متبع حاجه بقالها فتره ومش جايبه لك اي نتائج، غير مسارك، غير طريقتك، غير شغلك، غير مكانك، غير بيتك، غير المكان اللي انت حاسس فيه ان هو منحوس ده، غير المسار بتاعك. صدقني التغيير اللي انت هتسويه ده هيكون من وراه حصاد. طيب ايه تاني؟ تعال نشوف كارت التوقيتات من باب البشاره. فكر في حاجه عذراء، فكر في شيء وتعالى شوف كده من باب البشاره هتحققه امتى او هيتحقق لك امتى بامر رب العالمين. يلا بينا. بسم الله. البدر المقبل. البدر المقبل يعني في بدايه الشهر الهجري الجديد بامر رب العالمين عندك حاجه انت بتتمناها بامر الله هتكون موجوده معاك. تعال نشوف ايه تاني. نصيحه المال للعذراء. تعال كده نشوف رساله للعذراء او نصيحه العذراء الماديه. بسم الله. استقرار اسري ومالي والحصول على التقدير والفوز بالمكافآت. ابشر بقى، عندك الفتره اللي جايه استقرار اسري، وعندك حاجات انت بتتمنى ان انت تجيبها مثلا لاسرتك او تتحصل عليها لبيتك، او انت عندك فلوس
هتحقق بيها اللي انت نفسك تعمله في بيتك، او تشتري حاجه لنفسك، او تشتري حاجه لاسرتك، او ليك يا عذراء، مش شرط. طيب تعالوا بقى نشوف هنا نصيحه الملائكه لعلاقتك العاطفيه ايه. العذراء بسم الله. بيقول لك الدعاء من اجل توأم الروح، الذكر والصلوات والتأمل سيساعدك على لم الشمل انت وتوأم روحك. يعني انت تقريبا يا عذراء، نصيحه هنا نصيحه الملائكه بيقول لك صلي وادعي ان ربنا يجمعك بتوأم روحك، او بالشخص اللي انت بتتمنى ان يكون في حياتك، وبأمر رب العالمين هو في طريقه ليك، او معاك، او بدأت او هتبدأ الفتره القادمه بأمر رب العالمين. ابشر يا عذراء، وان شاء الله اللي انت عايزه هيكون. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.